السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنوجد معكم سلو اللي هو صحي 100%. نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو متبخلوش عليا من لايك واشتراك اللي ما مشتركش في القناة. ومرحبا بالجميع وشكرا لكم على الدعم. ونمر على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندي هنا كيلو ديال الزنجلان، خديته انا محمر، يعني كناخدو هكاك محمر منقي ومحمر. عندي هنايا كيلو ديال اللوز، عندي كيلو ديال الكاوكاو، عندي كيلو ونص ديال الدقيق ديال الشعير. الا ما عندكمش دقيق الشعير تقدروا تعوضوه بالدقيق الشوفان او القمح الكامل. عندي هنايا حبة حلاوة، عندي النافع، عندي القرفة، وعندي المسكة الحرة، وعندي كوزة، حبة ديال الكوزة، وعندي هنا زيت الزيتون، عندي هنا العسل الطبيعي، عندي هنا الملح. غناخد هنا واحد الطاوة غندير فيها اللوز مسحته، يعني خديت واحد الزيف وفزقته ومسحته مزيان من الغبرة. وهنا خويت عليه واحد المعلقة ديال زيت المائدة وغندهنه مزيان، وغادي ندخلو الفران اللي شعلته باش يتحمر، نحمرو في الفران. غادي ناخد هنا الدقيق، غنوضع عليه شوية الملح، تقريبا واحد المعلقة صغيرة ديال الملح، وغنخلطو مزيان وغادا نمر باش غادا نحمرو. كيف ما تقدروا تاخذوا حتى البلبولات الشعير اللي ما توفرش عندكم دقيق الشعير، تاخذوا البلبوله وتحمروها وتطحنوها حتى هي كتجي مزيانه. هنا غناخذ واحد القاميله اللي تكون ثقيله شويه اولا كوكوت، وغنوضع فيها الدقيق وغنبقى نحركو ونحمرو هكا شويه بشويه على عافيه اللي هي متوسطه، ما تكونش العافيه مجهده باش ما يتشوطش لينا الدقيق ديالنا. هنا اللوز كيف ما كتشوفوا راه مره كنحركو وكنخلي الفران هكا محلول ما كنسدوش، صافي غير كيبدا يطرطق كنحيدو. هنا الدقيق كيف ما كيبان لكم راه هو تحمر صافي. هنا غندير واحد التجربه، ناخذ واحد شويه دقيق ونوضع عليه شويه ديال الزيت المائده ونخلطو باش يبان ليا واش خدا اللون اللي بغيت او لا. يعني هاد الطريقه كتساعدكم باش تعرفوا بان الدقيق تحمر صافي. هنا اللوز كيف ما كتشوفوا راه هو تحمر. غنقسم معكم هنا واحد الحبه، شفتوها من الداخل كتبان بانها محمره صافي، راه هو تحمر مزيان. من الاحسن ما تحمروش بزاف، لان لا تحمر بزاف كتجي فيه ديك المذاق ديال المروره. هنا غناخذ لاطه واحده اخرى غنوضع فيها الكاوكاو، غنضيف ليه هنا واحد المعلقه ديال زيت المائده، وغادا نديرو حتى هو نفس الطريقه اللي درت اللوز نديرها الكاوكاو ونوضعوه في الفران، والعافيه ما تكونش مجهده بزاف، ونبقى نحركو هكا مره ونخلي الفران محلول صافي غير كي ياخذ داك اللون هكا ذهبي وكنحيدو. ها هو كيف ما كتشوفوا راه هو تحمر. هنا غادا ناخذ الدقيق اللي حمرته كامل وغربلته، واخا هنا الدقيق الشعير ما كيتكورش بحال الفورس، يعني كيبقى كما هو، ولكن ضروري تغربلوه. هنا غنضيف القرفه، 2 معالق كبار ديال القرفه. القرفه حتى هي خصها تكون مغربله هي والنافع وحبه حلاوه. هنا غنضيف 2 معالق ديال حبه حلاوه، وهنا 2 معالق ديال النافع اللي مغربلين مزيان صافي. كنحركهم هكا شويه. وهنا غنضيف هذيك المسكه الحره اللي ضفت عليها شويه سنيده ودقيتها مزيان، وغنضيفها حتى هي لهذوك العناصر صافي. وهنا كنضيف الكوزه، كنحك واحد النص ديال الكوزه. صافي هنا كنمر باش غنطحن هذوك الفواكه الجافه ديالي. غنطحن هنا نص الكميه ديال اللوز، غادي غير نهرمشها كيف ما كيبان لكم في الفيديو، غير هرمشته باش السلو ديالنا يجينا مقرمش ويجينا زوين. منين ما ضغوه نحسوا بان فيه اللوز وفيه الزنجلان. غناخذ حتى الزنجلان غناخذ نص الكميه وغادي غير نهرمشها، وغادا نضيفها حتى هي لهداك السلو مع اللوز. غادي غير نهرمشها، ما غاديش نطحنها بزاف، كيف ما كيبان لكم راه هو ما مطحونش بزاف غير مهرمش. هنا غناخذ هذاك الكيلو ديال الكاوكاو كامل
وغنطحنو مزيان حتى يطلق هذاك الزيت ديالو، حتى يولي هكا عجينه. غنطحنو مزيان حتى يطلق الزيت ديالو، ها هو كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا غادا نضيفو لهداك السلو ديالي، غنضيف هذاك الكاوكاو طحنتو كامل، كيلو كامل درتو على هاد الشكل. صافي وهنا غناخذ هذاك الزنجلان، هذاك نص كيلو اللي بقى ليا حتى هو غنطحنو بنفس الطريقه اللي درت الكاوكاو، غنطحنو مزيان حتى يطلق الزيت ديالو. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الروبو يقدروا يطحنوا غير في الهاشوار شويه بشويه وتبقاو معاه حتى يطلق الزيت ديالو، وكيجي مزيان حتى في الهاشوار. صافي وكنضيفو حتى هو، وغندير نفس الطريقه اللوز حتى هو نص كيلو ديال اللوز اللي بقى ليا غنطحنوه حتى هو مزيان حتى يطلق الزيت ديالو. وصافي هنا غنبدا نخلط سلو ديالي. هاد الطريقه ما كتخلي سلو ما كيهش لينا كنحتاجوش الزيت اولا الزبده بزاف، يعني كنحتاجو كميه قليله وكيجي صحي. يعني مني ما كان بهاد الطريقه كيجي صحي، ما كيهش لينا ليدام بزاف. وهنا غنضيف 2 كيسان ديال العسل بالكاس ديال العنبه اولا 500 غرام ديال العسل. اللي ما توفرش عنده العسل يقدر يستعمل سكر كلاصي. صافي وهنا كنبدا كنخلط بحال الا كان عجن هكا، كنخلطهم مزيان هذوك العناصر كاملين باش يتجانسوا لينا. هنا غنضيف كاس ديال زيت الزيتون بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، وانا كنخلط غنبقى نضيف الزيت شويه بشويه. غنزيد الكاس الثاني وانا كنخلط هكا. وهنا غنزيد الكاس الثالث، يعني هزات لي هذيك الكميه كلها 3 ديال الكيسان ديال زيت الزيتون. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يكون شويه هكا معلك يقدروا يكتفيو غير بجوج كيسان ديال زيت الزيتون وصافي، كيتكون مخلط وكيكون مزيان. يعني اللي كيبغيو هكا شويه يكون ما يكونش معلك، ما يكونش هكا كيتجمع، كيكون شويه ناشف، يعني غير 2 كيسان كيكفيو هذيك الكميه. صافي وكنبقى ندلك فيه هكا. ضروري هاد العمليه ديال الدليك لان هذيك العمليه هي اللي كتخليه يجينا هكاك معلك. كنبقى ندلك فيه هكا حتى كيتخلطوا ليا جميع هذوك العناصر. هنا انا غنديرو في هذاك الروبو باش غيدلكو مزيان، يعني صراحه كيسهل العمليه. دغيا دغيا في ساعه كيدلك هذاك السلو مزيان وكيجي زوين. حتى لا عندكم العجانه حتى هي دير نفس العمليه، يعني ديروه فيها بحال بتعجنوا العجينه ودلكوه. صراحه كتسهل العمليه. ها هما كيف ما كتشوفوا يعني في ساعه كيدلكو وكيرجع هكا معلك وزوين. صافي وكنبقى بهذه الطريقه حتى نكمل هذيك الكميه اللي عندي، حتى نسالي السلو ديالي. صافي ودابا انا ساليته كيف ما كيبان لكم في الفيديو، يعني كيتعلق كيجي زوين وغزال وصحي في نفس الوقت. يعني بدقيق الشعير وبزيت الزيتون وبالعسل اللي هي طبيعيه. يعني من الاحسن الواحد من يدير شي حاجه يعني ما يضيعش الفلوس غير هكاك ويدير دقيق الفورص اللي هو ماشي صحي. حتى بالنسبه للوليدات كيجي زوين وكيجي غزال وصحي. وحتى في رمضان يعني ملي كتاكلوه في السحور كتقدروا تصوموا نتوما. يعني الواحد كتكون عنده الطاقه وكيضل النهار كامل كيحسش الواحد بالجوع. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالي. نتمنى يعجبكم وتجربوه بالصحه والراحه.